عم بصور هالفيديو، ما بعرف إذا حنزله أو لا. الشغلات الحلوة أو الشغل الكبير بيصير من لحظات كانت كلها ألم. في بريد مهم كتير لأولينا، رح تنبسط كتير لما تشوفه. ولينا هات اللي بشارة، هات اللي بشارة والأول تعزميني. عم تعملي رز بحليب؟ بعمل رز بحليب. أنا نسيك القصة شوي. احذري شوفي بإيدي، في بوست مهم كتير كنتي عم تستنيه صار لي فترة. كني عرفت. اوه ماي جاد. واخيرا وصلني البوست اللي صار لي سنتين عم بشتغل فيه. مبروك. اوه ماي جاد. تعبتي ونلتي. بصراحة ما بعرف وين بدي أبلش، بس صار الوقت إنه نحكي. رح أحكي قصتي، وأنا متأكدة هاي القصة مو بس قصتي، قصة ناس كتيرة مثلي. رح أحاول قدر إمكاني ما أتأثر ولا أزعل، لأنه نحن جايين اليوم ننبسط، لأنه أنا حققت هدف من أهدافي. كنت عم بستنى هاليوم من 10 سنين تقريبا. عم بستنى هذا اليوم من اليوم يلي دخلت فيه على ألمانيا، من اليوم يلي هربت فيه من بلدي وجيت لاجئة على ألمانيا أدور على مكان أستقر فيه، مكان يحميني، مكان أقدر أعمل شي لإلي ولمستقبلي، مكان أضل عايشة فيه ما أكون مهددة بالموت، مكان بيحفظ لي حريتي، مكان بيعطيني الأمان، بيعطيني الاستقرار، بيعطيني مستقبل بقدر أفكر فيه وأعمل شي كرمال أحققه. أنا اليوم حققت هدف من أهدافي اللي كنت عم بستناه من 10 سنين. جيت لهون وأنا ماني عرفانة شو حيصير فيني ولا شو مستنيني. مجتمع جديد، عادات وتقاليد جديدة، لغة جديدة، مانك قدران تفهم عن الناس ولا الناس تفهم عليك ولا حتى تشرح لهم انت شو فيك. حاولت قدر الامكان اني اضل متمسكة بالشي يلي انا بدي اياه، ومع هيك الحمد لله اليوم فيني اقول اني وصلت. الطريق ما كان سهل والجاي لهون ما كانت سهلة. الحمد لله الحمد لله وصلنا وقدرنا نكمل حياتنا هون. اندماج ما كان سهل أبدا. عم تحاول قدر الإمكان إنك ما تزعج اللي حواليك، تكون حدا مفيد لهالمجتمع، تعمل شي. دخلت على كذا مدرسة وغيرت كذا مدرسة وتعلمت اللغة وأخذت شهادة التاسع هون وأخذت شهادة العاشر هون وبلشت بتدريب مهني. كان حلمي إني أدخل الجامعة، للأسف بسبب اللغة وبسبب كتير شغلات صارت معي وبسبب صعوبة الوضع اللي كنا نحن عايشينه ما قدرت أكمل. بس مع هيك قدرت أدخل بمجال الطب وقدرت أعمل شي وأدرس شي وقدرت أشتغل وأثبت حالي كمان. والحمد لله أنا كتير مبسوطة بالشي اللي عم بعمله. ممكن الحلم اللي انتو حاطينه قدامكم ما يتحقق، بس الله بيعوضكم بالشي بكون أحلى من الشي اللي انتو كنتوا عم تستنوا. عملت كتير شغلات هون بألمانيا، جدا سعيدة بالشي اللي عملته وجدا فخورة بحالي. واليوم حققت هدف من أهدافي وصرت جزء من هالمجتمع. يمكن لكتير ناس هي مجرد ورقة أو مجرد وثيقة، بس بالنسبة لإلي هاد إنجاز أنا سعيت ورا وتعبت كتير وعملت كتير لحتى أوصل لهالنهار. لكل لاجئ، لكل حدا غريب عن بلده، لكل حدا هرب من البلد ليأمن مستقبل جديد، لا تفقد أملك. يمكن الطريق طويل والانتظار صعب، بس النهاية بتستاهل. انت مو اقل من حدا، انت ناجي، انت قوي، انت عندك الحق تبني حياة جديدة لنفسك. شكرا ألمانيا، وشكرا لكل حدا وقف معي، وشكرا لألي لأني كنت قوية أكتر من ما توقعت، وكنت عرفانة إنه حيجي هذا اليوم حقق فيه هذا الهدف. هلأ وصلت على المكان يلي عاملين فيه حفلة مشان استلم الجنسية الألمانية، وحفرجيكم هيك شوي لقطات. ما بعرف إذا حصور كتير أو إذا حقدر أصور كتير جوا، بس إنه هيك عاملين حفلة صغيرة. مو بس أنا اليوم حأتجنس، في كذا حدا حيتجنسوا يا هلا أجواء كريسماس كمان.
سو حاطين هون شجرة وهون عاملين الفانشتالتونج الحفلة جوا الصالة. Papier hat. Sie sind damit nachweislich deutsche Staatsbürgerin bzw. deutscher Staatsbürger, und zwar mit allen Rechten und Pflichten. Der Weg hin zu ihrer neuen Staatsbürgerschaft. هلا خلصت وطلعت واخيرا صارت معي الجنسية الألمانية. صرت ألمانية أنا وأخيرا صار فيني أسافر وين ما بدي يا جماعة. تخيلين؟ جدا مبسوطة جدا فخورة، وبال عند كل حدا بده يتجنس أو ناطر شي هدف يحققه. أنا كتير مبسوطة. هاي شهادة الجنسية، ما رح بعد أكتر لأنه فيها معلومات. أنا بس أخذت الوثيقة صرت ألمانية، صار عندي جنسية. هلا بقى لي بس أروح أقدم على الجواز الألماني الأحمر وفيني أسافر وين ما كان. أنا مبسوط. شايله بقيان له 5 دقايق ووصل على البيت، بدي استقبله واحط له النشيد الوطني الالماني. شوف ردة فعله. شايله وصل. هلو وينك يا المانية؟ عبال عندك يا بيب. يلا هانت ها؟ نفرح بجنسيتك كمان. فرضتي المسبح انت، خلص صرتي وحدة بالمجتمع. دكان صار فيكي تنتخبي. وفينا نسافر. نعم انت تسافري مو انا. نسافر سوا. إيه. يلا مبروك. الله يبارك فيك عبالك. تسلمي يا رب. لهون كون خلص الفيديو تبعي وحكيت لكم قصتي اللي انتو سمعتوا جزء منها بس، والحمد لله اليوم حققت هدف من اهدافي، وعقبال عند الجميع ان شاء الله. كل حدا عنده هدف بده يحققه وعم بيسعاله يقدر يوصل له، وعقبال عند شيرو كمان يتجنس ان شاء الله يا رب. ايش كمان اختي ونلتي حبيبي، صار لي فترة تعبانة بهالوراق والحمد لله اجى هذا النهار. الحمد لله عن جد. Für das deutsche Vaterland. لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة لتكونوا جزء من رحلتنا، ومنشوفكم فيديو جديد. سلام.